السمك المقلي حطيه في المية واقليه. النهارده اقولك ازاي تقلي السمك ويطلع معاكي مقرمش واخد لون كريسبي تحفة. هتقلي 5 كيلو سمك، واول طاسة زي اخر طاسة الزيت بتاعك فلة. وهنعمل مع بعض رز صيادية بتركات المطاعم، حاجة كده فاخر من الاخر. شايفين السمكية كريسبي وخطيرة ومش شاربة زيت، رهيب يا جماعة. تركة واحدة بس تحطيها وانتي بتعملي الرز تفرق جدا في طعم الرز. تعالوا نسمي الله، بس ما تنسينيش في اللايك، وتعالوا نشوف السمك المقلي ورز الصيادية هنعمله ازاي. سميت الله وجبت السمك، ولازم طبعا تغسلي السمك كويس جدا، وبالذات السلسلة بيبقى فيها دم لازم تتخلصي منه، علشان هو ده اللي بيعمل ريحة زفارة وريحة مش حلوة خالص وانتي بتقلي السمك. اغسليه بملح وليمون وخل كويس جدا، وبعد كده اشطفيه بالميه، وبعد كده حطيه في المصفى سيبيه يتصفى. تعالوا نحضر تتبيله السمك القمر ديت. معايا فلفل رومي، معايا فلفل سبايسي، ومعايا فلفل احمر، ومعايا توم. ضربتهم في الكبه، وبعد كده نزلت بالبهار ملح وكمون وكزبره وخل وليمون. طبعا السمك بيحب الكمون، بيحب الكزبره، وكمان الملح. زودي ملح شويه علشان السمكيه تتملح ويبقى طعمها حلو. كده ما شاء الله التتبيله تحفه التحفه وريحتها حلوه جدا. جبت السمك وببدأ اللي انا اعمل فيه فتحات، علشان لما تيجي تتبلي السمك السمكية التتبيلة تخش في كل حتة كده في السمك. وبعد كده بمسك السمك اتبله كويس جدا من بره ومن جوه. واهم حاجة اللي انت تسيبي السمك في التتبيلة ديت على الاقل لمدة 3 ساعات. كل ما تسيبي السمك في التتبيلة كل ما يديكي نتيجة حلوة جدا. اللحم بتاعه بيبقى مملح كده وحلو جدا. كده بعد ما تبلت السمك هنسيب معلقتين على جنب، وهقولك هعمل بيهم ايه. تعالوا نعمل رز الصيادية، رز فاخر من الآخر. حطيت حلة على النار و4 معالق كبار من الزيت، بصلاية، بس البصلاية دي أنا مقطعاها على إيديا، بتدي تيست وبتفرق جدا في طعم الرز. بشوح هنا البصل لحد ما ياخد لون ذهبي بزيادة زي ما حضرتك شايفة كده، وبحط معلقة من الملح علشان أتبل البصلاية. وبعد كده بنزل بالمية. المية حسب ما انت هتعملي رز، يعني هتعملي 3 كوبايات من الرز هتحطي 3 كوبايات من المية. بنسيب هنا المية تتسبك كده مع البصل، وبعد كده بغسل الرز وبنزل بيه. بنسيب الرز لحد ما يغلي وهو لسه كده بيبقبق. بقوم مهدية عليه. لما بتهدي الرز وهو لسه فيه شوية مية كده ما بيتلسعش من القاع وبيبقى حلو جدا. بحب احط له كيس عشان الكيس بيحتفظ بالحرارة، فبيخلي الرز يستوي على طول، وكمان بيخليه مفلفل وحلو. نركن الرز على جنب، وتعالوا نحضر تتبيلة الدقيق. جبت دقيق وبهرته بكمون وكزبرة وبابريكا وكاري، وحطيت كركم وملح. الكركم بيدي لون حلو جدا جدا للسمك، يخلي لون السمك اصفر كده وجميل. بعد كده هنعمل التغميسة اللي هنحط فيها السمك. هي مية ودقيق، بس الدقيق يبقى خفيف، يعني انت تخففيها خالص. دي فايدتها ايه؟ بتخلي السمك ما يشربش زيت، وكمان بتخلي طاسة الزيت بتاعتك اول طاسة زي اخر طاسة. الزيت بيفضل فلة كده، ولونه ما بيتغيرش خالص، لونه زي ما قليتي اول طاسة زي اخر طاسة. كده تمام. التتبيلة عندي بقت جاهزة، لقيتها تقيلة فخففتها بالمية. جبت السمك حطيته في الدقيق، واهم حاجة اللي انت تحطي جواه كده دقيق عشان التتبيلة ما تقعش منك وانت بتقلي السمك. بعد كده باخد السمكة واحطها في التغميسة، وطبعا حاطة زيت على النار. اول ما الزيت يسخن بنزل بالسمك. وهنا الزيت لازم يبقى تكون درجة حرارته متوسطة، علشان السمك ما ياخدش لون من بره ويبقى ني من جوه. اول ما السمكه تاخد لون بقلبها على طول على الناحيه التانية. ما شاء الله السمكيه كريسبي مش شاربه زيت خالص. لما بطلع السمك بطلعه على شبكه، ما بطلعش على مناديل، المناديل بتعجن السمك وبيبقى مش حلو خالص. بصفيه من الزيت واطلعه على طول على الشبكه. ما شاء الله هتقلي اكتر من 5 كيلو سمك، والزيت بتاعك اول طاسه زي اخر طاسه فله. التغميسه اللي احنا بنعملها دي بتدي لون حلو جدا للسمك، وكمان بتخلي السمك ما يشربش زيت، وطاسة الزيت بتاعتك زي ما هي اول طاسة زي اخر طاسة. الرز هنا كان اتشرب ما شاء الله تبارك الله، شايفين لونه تحفة التحفة. شوفي بقى تركة المطاعم اللي هتفرق جدا معاكي في طعم الرز. التتبيله المعلقه اللي انا عينتها بحطها كده على الرز وهو خلاص استوى، يعني يا دوبك دقيقه او دقيقتين وهطفي عليها واقلب كده تمام التمام. خطير التركه دي بتفرق جدا جدا، وبتدي طعم حلو جدا للرز. خلاص بقى بسيبه دقيقه كده واطفي عليه.
هنا السمك كان خلاص خلص. بجيب معلقة من الدقة اللي أنا كنت عاملاها، بخففها بشوية مية وبحط عليها ليمون وخل، وببدأ أحط على السمك كده على الوش وعلى الظهر. بتفرق جدا برضو في طعم السمك، خطير، بتخليه طعمه مملح كده وجميل جدا. والله شوية تريكات هتفرق جدا معاكي في طعم السمك، تحسي كده اللي انت قاعدة في مطعم وانت بتاكلي الأكل ده خطير. شايفين السمك لونه رهيب، تحفة، كريسبي، مش شارب زيت، حاجة كده يا جماعة خطيرة، حاجة كده في القلب رهيب. ولا رز الصيادية، رز مفلفل وخطير، تحفة التحفة. شايفين الجمال، رز مفلفل خطير تحفة. هنا بقى حطيت الغدا، حطيت الرز وحطيت السمك وعملت لهم بابا غنوج، وطبعا الجرجير والسلطة القوطة، حاجة كده اللهم بارك، قمر. اتفضلوا بقى كده معانا كده، الوصفة خلصت. ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتعملي الأكل دوت، ومستنية رأيك في الكومنتات، واشوفكم في وصفة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.